السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعيني الطيبين، يا رب تكونوا بخير. وحشتوني قوي من الحلقة اللي فاتت. لو عجبكم محتوى القناة ما تنسوش تدعموني بالاشتراك والشير واللايك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في بيت نهلة دخل قيصر غرفة نهلة وحطها بالراحة وبشويش على السرير، وجلس جنبها وحسس على شعرها وقال لها: انت المنشودة. وبعدين اختفى. تاني يوم سيارة الشرطة والإسعاف مالين المكان، وعلامة ممنوع الدخول موجودة أمام مسرح الجريمة، ورجالة الإسعاف بيشيلوا أشلاء الجثث والضحايا. الجريمة كانت بشعة بمعنى الكلمة. ما كانش متخيل الضابط إزاي ده حصل، إيه الجريمة البشعة دي، وكان محتار جدا في مين اللي عمل الجريمة المتسلسلة الفظيعة دي. شلنا البصمات يا فندم وودينا الجثث المشرحة. المحقق هز راسه ونظر للصحافة اللي بتقف في كل مكان وقال: مشي الناس دول يا ابني. تمام يا فندم. صحيت نهلة وكانت حاسة بصداع جامد. أول ما فتحت عينيها اتفاجئت إنها في غرفتها وما كانتش فاكرة حاجة. افتكرت إنها كانت بتحلم وإن كان في شباب محاوطينها، 3 شباب من التيران. وضحكت وهزت راسها وقالت: يمكن كان كابوس من كوابيسي الغريبة، بس أنا مش فاكرة أصلا أنا جيت هنا إزاي. هو أنا كنت ضاربة حاجة؟ نهلة ما اهتمتش بالموضوع وقامت خدت دش وكلمت سهى صاحبتها: ايه يا بنت، هنتقابل فين النهارده؟ عايزين نشوف حل للبلوه اللي حطها جدي على دماغي. طيب. نهلة قطعت كلامها لما شافت خبر مقتل 3 شباب على التلفزيون. اتصدمت وقالت: هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ ده نفس اللي انا شفته امبارح. ايه الحكايه؟ يعني انا ما كنتش بحلم. في مكان تاني، قصر مهجور، طلع منه صوت موسيقى ساحرة. إيه انت اللي عملت كده يا قيصر، صح؟ قالها والد قيصر بغضب. قيصر قاعد يعزف ولا كأن حصل حاجة. قيصر، كلمني زي ما بكلمك. عايزني اسيبهم يقتلوها؟ انت عارف اني اللي في مخك ده تنساه. دي بشرية، فاهم يعني ايه بشرية؟ مستحيل ترضى بيك. انت بالنسبة لها وحش وهي بالنسبة لك فريستك. وقف قيصر وقال بغضب: نهلة هي المنشودة، هي حب حياتي، أنا راعيتها من صغرها. هي مش هتكون فريستي، هي هتكون شريكتي. قال أبوه بسخرية: وده إزاي إن شاء الله؟ إزاي مصاص دماء هيتجوز بشرية؟ إزاي هتكشف نفسك للبشر؟ أنت عارف إن ده خطر علينا. البشر قدروا يقتلوا عيلتنا من 100 سنة، وأنا فضلت أهرب بيك، وأخيرا استقرينا في مكان آمن بعيد عنهم، مكتفيين بالحيوانات، حتى مش بنأذيهم. وأنت بكل غباء جاي تفضحنا، تموت 3 منهم. قعد قيصر على البيانو بكل برود وقال قبل ما يبدأ العزف: هما اللي قرروا يلمسوا حد يخصني. انت سخنة يا نهلة، صح؟ والله هو ده اللي حصل يا سهى. شباب كانوا عايزين يعتدوا عليا، ضربوني واغمى عليا، بس صحيت لقيت نفسي على السرير. يمكن كنت بتحلمي يا بنتي. طيب. لا، لا، ما كنتش بحلم. طب لو كنت بحلم ازاي اشوف ناس ما شفتهاش قبل كده؟ عادي بتحصل، ما تحطيش في بالك. المهم انا جايبه لك عريس فله. اياكي تجيبي سيره العرسان. خلاص انا هدور. يا لهوي، اتاخرت على الشغل بتاعي، يخرب بيتك. نهلة ماشية في الطريق مش منتبهة للطريق، قاعدة تبص في الموبايل، وكانت العربية هتخبطها. فجأة حد مسكها من ايدها وبيقول لها: دي تاني مرة، خلي بالك. وسمعت الصوت ده قبل كده فين؟ لقيته قيصر قدامها. ضحك قيصر وقال: انت بخير يا انسة؟ يخرب بيت جمالك، هو انت حقيقي؟ قالتها نهلة في سرها. قيصر سمع نهلة، فنهلة أحرجت وقالت: يخرب بيت غبائك يا نهلة، الراجل يقول عليك ايه؟ نوفل معرفش يربيكي؟ قيصر كان بيتأمل نهلة وكان بيضحك، عينيهم كانت مركزة قوي مع بعض. نهلة شعرت إن روحها بتخترق. ابتلعت نهلة ريقها وهي بتقول: لا تطلع فيني هيك، عيونك حلوين اسم الله. ضحك قيصر على كلام نهلة فأحرجت واتكلمت بجدية وقالت: شكرا إنك أنقذت حياتي، ودلوقتي عن إذنك. بعد نص ساعة وصلت نهلة المكتب وكان عندها تأخير. المدير قال لها: تأخير؟ أنا آسفة، قبل ما تزعق. بعدين ده تأخير عشان الزحمة وأنت عارف المواصلات وكده. يوسف بخنقة: نهلة، أنت جدك نوفل الأسيوطي، معقول معكيش عربية؟ نوفل ويجيب لي عربية؟ قلبك أبيض والله. يلا أسيبك بقى عشان العيال مستنيني.
دخلت نهلة لطلابها. نهلة مدرسة موسيقى بتعشق الموسيقى، بتحبها، بتحس إن هي دي الراحة الأبدية لنفسها. بتخرجها من عالم كله هم وقرف لعالم كله حب وحياة ورومانسية. هي الموسيقى اللي غمرت نهلة بحبها. بعد 3 ساعات شغل خرجت نهلة من شغلها، وهي ماشية في الشارع بصت من بعيد لقت قيصر. اتخضت واتفاجئت وقالت له: ايه ده؟ إيه انت بتراقبني؟ ضحك قيصر وقال لها: ايوه. استغربت، ما شافتش حد في حياتها بالصراحة دي. قال لها: تسمحي نشرب قهوة مع بعض؟ هزت راسها وكأنها مغمى عليها بتمام. قعدوا مع بعض يشربوا قهوة ويتكلموا. نهلة كانت حاسة إنها طايرة فوق سحاب وردية وحولها فراشات بتطير. روحت نهلة بيتها وهي سعيدة جدا، أول مرة في حياتها تحس إن قلبها بيدق كده. وقعد نهلة على السرير وهي بتفكر في عيون قيصر وقد ايه انها سحبت روحها وقلبها وراحت في النوم. بعد ثانية كان قيصر جنبها، عيونه الزرقاء كانت بتلمع. كان بيتأمل نهلة وهي نايمة، كانت جميلة جدا وبريئة زي الأطفال. مسك إيدها وهمس في ودنها وقال: أنا بحبك يا نهلة، بحبك قوي أكتر من حياتي. حتى ما تعرفيش أنا حاولت كتير أبقى في الضلمة وما أدخلش حياتك، بس ما قدرتش أقاوم. لقيت نفسي بقرب لك أكتر وبحبك أكتر. وقتها قررت أكون أناني وأخليكي ليا، عشان كده ظهرت، وقريب هعرفك حقيقتي. قالها بسرعة واختفى. في اليوم التاني صحيت نهلة وهي كلها نشاط. قامت عشان تاخد دش وحضرت ملابسها. تليفونها رن، قلبها دق وعينها اتوسعت من الفرحة لما لقت قيصر. ردت بسرعة: ازيك يا نهلة، اخبارك؟ كويسة يا قيصر، انت اخبارك ايه؟ ايه رأيك اعزمك النهاردة على الغدا عشان نتكلم على الموسيقى؟ موافقة، استناني بس ربع ساعة اجهز وبعدين ابعتلي رسالة وقولي المكان فين. تمام. قفلت السكة وهي بتحضن التليفون. هو الزهر هيلعب معايا ولا ايه؟ اتقابلوا تاني واتكلموا كتير المرة دي. اتأكدت إنها خلاص هتقع في حبه. قضوا طول النهار سوا لحد الليل. كانوا بيتمشوا من نفس المكان اللي حصل فيه الجريمة. حست نهلة بخوف إن الحلم اختلط بالواقع. قالت: لا لا، خلينا نمشي من هنا. قالتها بخوف وهي بتمسك في دراعه. هو حاول يهديها بس هي كانت مرعوبة وهي بتفكر اللي حصل وما تعرفش لحد دلوقتي ده كان حلم ولا حقيقة. بلعت ريقها وقالت: أنا أصلا حلمت إن في المكان ده. ما كانش حلم يا نهلة، قالها قيصر. انصدمت نهلة. كل اللي حصل حقيقي، الرجالة دي هجمتك وأنا قتلتهم. حست بدوخة. إيه ده؟ هو بيقول إيه؟ قرب منها وقال: أنا مصاص دماء يا نهلة، عشان كده قدرت أنقذك وقتها. أنت إيه؟ قالتها بصدمة: أنا مصاص دماء. اتصدمت نهلة وفجأة ماتت من الضحك وقالت: يا أخويا أنت مسكت في الكلمة ليه؟ طب قول مستذئب. ما ضحكش قيصر وقال: لا، لأن أنا فعلا مصاص دماء. اتخضت نهلة وفقدت الوعي.